أهلا ومرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. استنفار طبي قصوي في قلب العاصمة الفرنسية. فيروس هانتا الغامض يطرق أبواب باريس من جديد، والضحية مسافرة عائدة من رحلة سياحية. فجرت وزيرة الصحة ستيفاني ريست المفاجأة اليوم بين الركاب الخمسة الذين تم إجلاؤهم من سفينة MV هونديس والذين هبطوا في مطار لوبورجي الواقع شمال باريس. أكدت الفحوصات إصابة مواطنة فرنسية بفيروس هانتا. الوضع يزداد تعقيدا، فبعد نقل المصابة والمخالطين إلى مستشفى بيتشا هوسبيتال، كشفت الوزيرة أن حالة المصابة تدهورت بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية لتضع السلطات في سباق مع الزمن. ليس هذا فحسب، هناك 22 حالة مخالطة تم رصدها داخل فرنسا، والبحث ما زال جاريا لمحاصرة أي تفش محتمل. إجراءات قانونية صارمة بدأت بالفعل، حيث صدر مرسوم رسمي بوضع العائدين في حجر صحي إجباري قد يصل إلى 42 يوما كاملا للتقييم الطبي. ومع تصاعد القلق، يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا طارئا لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية البلاد من هذا التهديد الوبائي الجديد. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.